طيب تتوقع كام ممكن تاكل ايه؟ 100 جنيه 1000 جنيه و10000 جنيه. لو انت موجود في قصر المندي المرزق اللي هياكل ب 10000 جنيه النهارده 10000 جنيه تعمل ايه؟ 1000 جنيه حلو كويس. ما هو انا يا انت اللي هناكل ب 100 جنيه مش النهارده. عارف اعمل ايه الصراحه. توكل على الله يا صاحبي. احنا اهل اليمين. بسم الله ماشي. الرحمن الرحيم. يا رب يا رب لا يا رب 10000 لا جنيه فلوس يا جدعان حرام والله حرام اللي بيحصل فيا ده. بص يا جدعان هشام محتاج في ال 100 جنيه حرفيا. يعني انا المفروض اعمل ايه بال 100 جنيه دي انا مش عارف، وايه النظافه اللي انا داخل عليها. بص انا هطلب منك طلب غريب انا عايز حاجه ب 100 جنيه، يعني ايه عندك ممكن اجيبه ب 100 جنيه؟ بصوا يا جماعه هو مكان ما شاء الله صرح، يعني في هنا جزء للجزاره بقى غير المطعم اصلا. يلا بينا يا جدعان. ايه ده؟ الدور التاني. ايه النظافه دي وايه الشياكه دي؟ والله يا جماعه 1000 جنيه معقول الصراحه. ممكن ناخد لنا صينيه ولا صينيتين كده ولا حاجه بال 1000 جنيه دول. ممكن نخش من هنا بقى منيو الصواني. هو ما عندكش صواني اقل من 1000 جنيه؟ حلتها لكم يا جدعان والله ما هتلاقوا حاجه ب 100 جنيه دي يا جدعان، اسمها الدلع. اسمع كامل احترامي لمجهودك والله، بس انت كده خسران عشان انت مش عارف انا جايب ايه. كل ده يا صاحبي بال 10000 جنيه. انا عايز اقول لكم على حاجه، هي دي عزومه من العزومتين، في لسه في واحده بقى. ثانيه اصلا. يعني ده يا جدعان عزومه ستي دي سعرها 6000 جنيه. بصوا يا جدعان دول 5 صواني، يعني اول صينيه فيها ربع تيس مندي على فرشه 2 كيلو رز بسمتي، وتاني صينيه 4 فرد حمام وكيلو كفته ونص ممبار برضه على 2 كيلو رز بسمتي، مع صينيه مشاوي مشكله فيها كيلو رز عليهم كيلو طرب وكيلو صدق، وكمان صينيه مشاوي فراخ مشكله فيها نص فراخ مشويه ونص فراخ مندي ونص فراخ شيش بالعظم ونص شيش طاووق كمان. كل ده على 2 كيلو رز ومعاهم ورق عنب، ده غير بقى صينيه المحاشي المشكله. وخد بقى معاك الطواجن، طاجن بطاطس باللحمه، طاجن تورلي باللحمه، طاجن باميه باللحمه، و2 طاجن ملوخيه. يا عم كفايه اعمل ايه يا اسطى؟ اعمل ايه؟ يلا نخش على الاكل. يلا بينا. في كميه دهون دخلت بدلع مع الكفته في بقي. حلو قوي. انا حاسس انا خلاص على بالليل كده كل الاكل ده. تعرف حته المنديه الحلوه منين؟ من ايه؟ لما تدوب كده اديله لحمه حلوه، بس يا جماعه الدهنه في حته ثانيه. الميه دي بتتشال جناحاتها، ماشي بيتقطعوا بس مسك كده شكل كده. طب العظم كله شايف التعريقه؟ انا نفسي تجربوه بباميه، بس هو في عزومه ثانيه هناك مستنياها. اخد اللحمه ونخش عزومه. ده في اجمل. بعد اذنك اتفضل. بس صاحبي اتفضل. بعد اذنك انا اللي اخش اقول لكم دي عباره عن ايه. يا صاحبي انا اللي جايب العزومه وانا اللي هقول اللي انت فيها عايز ايه. آكل. يعني احنا هنا معانا 4 صواني بدل 5 بس ب 4200 فيها ديك رومي اهو على 2 كيلو رز بحالهم. يا صاحبي انا اللي عازم. اديني فرصه، حسست بالغنى مره في حياتي. مع 6 فرد حمام بقى المره دي مش 4 خلي بالك، مع صينيه مشاوي عباره عن نص طرب مع نص كفته ونص كباب ونص صدق مع رز بسمتي 2 كيلو. اما بقى الصينيه الثالثه يا صاحبي بتاعت المحاشي بدون بقى ايه الدلع والحاجات دي كلها، مع 3 طواجن تورلي وبطاطس وباميه وطبعا الملوخيه. بس بقى الكلام ده كله هات لي دي. الله بدوم. انت عارف تاكل وتحلي كده. ادخل بقى على ال 1000 جنيه. اقول لك حاجه من غير زعل. يا صاحبي انا عايز اسالك سؤال، انت بتقارن نفسك بيا؟ اصلا مش ب 1000 جنيه، 26 جنيه. 26000 جنيه. عندك ربع كفته، ربع صدق، سمبوسه، حمتين، ربع ممبار ونص مندي. عايز اقول لكم المكان فعلا تحفه بمعنى الكلمه، مكان دورين، مكان ضخم جدا شيك قوي، ده غير ان هم عندهم قسم جزاره كامل من المزارع بتاعتهم موجود تحت. يعني لحم بلدي